جثة محطوطة في شوال ومرمية في قلب مصرف، واللي اكتشف الجريمة كان واحد معدي بالصدفة واكتشف إن الجثة دي كانت رجليها الاتنين مبتورين. بعد كده مع التحقيقات والتحريات اكتشفوا إن دي جثة بنت اسمها فرح وكان عندها 18 سنة. طب ايه اللي عمل في فرح كده؟ طبعا عشان نعرف كل ده هنرجع بالزمن 18 سنة لحد ما نوصل لوالدة فرح اللي والدهم سابهم ومشي، وهي فضلت عايشة في البيت هي وبنتها لوحدهم. طبعا المصاريف زادت عليها وما كانتش عارفة تعمل ايه علشان تصرف على نفسها وعلى فرح. وفي 2020 والدة فرح دخلت السجن لأن كان عليها شيكات كتير واتسجنت بسببها، وفرح نقلت للعيشة مع جدها أبو والدها. وكل الكلام ده اللي قاله خال فرح في التحقيقات. وفرح سبق لها الجواز من شخص، ولكن الجواز ما استمرش كتير لأن كان في مشاكل كتير بينها وبين أهل جوزها، وبسبب المشاكل دي انفصلت عنه ورجعت تاني عاشت في بيت جدها. وبعد كده ظهرت آية، بنت عندها 23 سنة وكانت عايشة في شقة واحد صاحبها، وفرح راحت عاشت معاها. ومن أول هنا والمصايب كلها ظهرت لحد ما وصلنا للشوال المرمي في المصرف، ورجلين فرح كانت مبتورة. وعشان نعرف بقى القصة كاملة هتخش تتفرج عليها في القناة عندي.